وأحيا الليل والناس نيام. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الأمين، هذه البشرية ومنقذ الإنسانية، وعلى آله وصحابته، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه ومنواله ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإنه لمن أجمل الجميل أن تأتي الأعياد الإسلامية مصاحبة لجو روحي طاهر وعبادات إسلامية مزكية. فعيد الأضحى المبارك يأتي بعد آداء المسلمين فريضة الحج، وعيد الفطر المبارك يأتي بعد آداء المسلمين فريضة الصيام وتطهير النفس وتحليتها بالفضائل. يأتي العيد في هذا الجو الإيماني العالي، يعطر هذا الجو تكبير وتحميد وتهليل. فهنيئا ثم هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهنيئا لمن أدرك ليلة القدر، وهنيئا لمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وهنيئا لمن أخرج زكاة فطره قبل أن يأتي إلى مصلانا هذا، أي صلاة العيد، وهنيئا لمن دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ أي انتهى فغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر ثاني مرة قال آمين، فلما صعد الدرجة الثانية قال آمين، فلما صعد الدرجة الثالثة قال آمين. وأن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصلى. ذلكم خير